في الحرب العالمية التانية كان عدد الجنود اللي متصابين كبير جدا، وكان المورفين في الوقت ده شبه منعدم مش موجود، لدرجة إن الدكاترة ما كانوش عارفين يعالجوا كل الجنود دي إزاي. وفي مرة جه دكتور اسمه هنري ميشر وكان عايز يعمل عملية لجندي، ولقى إن المورفين خلص، فهو كده مش هيعرف يخدر العيان عشان يعمل العملية. فجت الممرضة بتاعته وجابت محلول ملحي عادي جدا وحطته في سرنجة، وراحت ضربت السرنجة دي في الجندي ده على أساس إن ده مورفين. وكانت المفاجأة إن الجندي ده فعلا الألم عنده خف بنسبة كبيرة. بعدها هنري ميشر لما رجع جامعة هارفارد اللي هو كان جاي منها، لقى إن في أمراض كتير بتتعالج بالفيك ميديسن أو بالطب المزيف، وده عن طريق إن هم بيدوهم دواء فاضي، دواء ما فيهوش أي مادة فعالة أصلا، بس الغريب إن هو بيجيب نتيجة واسمه البلاسيبو إيفكت. طيب إيه هو البلاسيبو إيفكت ده وإزاي بيجيب نتيجة؟ هحكي لك. البلاسيبو ايفكت ده او الدواء الوهمي هو كلمه مشتقه من اللغه اللاتينيه ومعناها اي شال بليز، يعني هرضيك هبسطك. زي ما فهمنا كده ان البلاسيبو ده مش حبه دواء حقيقيه، هي حبه دواء مشابهه للدواء الحقيقي في كل حاجه ما عدا بس ان هي ما فيهاش الماده الفعاله، الماده الفعاله اللي هتعالج المرض اللي عندك اصلا. فممكن تلاقي نفسك بتاخد قرص سكر، قرص نشا، قرص فاضي، اي حاجه فاضيه شبه الدواء الحقيقي ده. ومش شرط ان هي تبقى قراص بس، عادي ممكن تبقى حقن زي المحلول الملحي اللي الممرضه حطته في سرنجه وضربته في الجندي. ممكن يبقى جهاز يحطوك عليه ممكن الجهاز ده هيطلع اشعاعات تخليك زي الحصان. ده ممكن كمان توصل لعمليه وهميه، تدخل وتتخدر كانك هتعمل العمليه بالظبط. ده كمان لقوا ان كل ما الحبه الفاضيه دي او البلاسيبو ده يبقى مشابه للدواء الاصلي في الخصائص والشكل بتاعته، كل ما هيديك نتيجة أكتر. وكل ما الدواء كان شكله محترم وفي علبة دواء محترمة ونظيفة ومتغلفة كويس، كل ما اداك نتيجة. وكل ما الدواء اتوصف لك من دكتور شاطر ومشهور انت بتثق فيه، كل ما اداك نتيجة. طب ازاي؟ يعني هل منطقي ان دواء فاضي او حبه فاضيه يعالج فعلا مرض عندي؟ العلماء بيقولوا ان في ارتباط وثيق ما بين الدماغ والجسم، وما دام المريض عنده بليف، ايمان واكسبكتيشنز، توقعات في الدواء ده ان هو هيعالج المرض اللي عنده، فده هيساعد الجسم فعلا ان هو يبتدي يتعامل مع المرض ده وتحصل تغيرات كيميائيه حقيقيه في الجسم. زي مثلا ان الجسم يبتدي يقلل من افراز هرمون الكورتيزول، الهرمون المسؤول عن الاسترس او الضغط، او انه يقلل افراز الادرينالين ويزود الاندورفينز او مسكنات الالم الطبيعيه. ولكن طبعا الموضوع مش عايم ومفتوح كده، يعني البلاسيبو ايفكت ده ملوش تاثير على الامراض المستعصيه مثلا، او واحد لا قدر الله عنده طرف مقطوع ايد او رجل فهياخد دواء يرجع له الطرف ده. ففي الحقيقه الماده الفعاله اللي في القرص الفاضي ده هي توقعات المريض واستعداده النفسي اللي بيهيئه ان هو هيستفيد من الدواء ده. وفي كمان علماء ودكاتره اكدوا او كملوا على الراي ده وقالوا بما ان هو في ارتباط وثيق ما بين المخ والجسم، فالمخ بيسيستم نفسه على اللي الجسم متعود يعمله كل يوم. يعني انت مثلا متعود تاخد دواء للصداع كل يوم بالليل قبل ما تنام، فلما تيجي في يوم او في يومين تاخد البلاسيبو بنفس النمط اللي جسمك متعود يعمله كل يوم، انك تقوم الساعه 11 تروح تجيب كوبايه الميه وتروح تجيب الدواء من الاوضه وتاخدهم وبعد كده تدخل على السرير تنام، فده هيبقى محفز لدماغك ان هي تتصرف بالطريقه اللي متعوده تتصرف بيها كل يوم لما بتشوف جسمك بيقوم بالحركات المعينه دي. ده بل كمان في حاجه اسمها نوسيبو ايفكت، ودي عكس البلاسيبو ايفكت. والنوسيبو ايفكت ده هو انك تاخد دواء بناء على توقعات منك، او حد رشح لك الدواء ده وقال لك على فكره خد بالك هو بيعمل العرض الفلاني ده، زي ما احمد جارتك لما تلاقيك واقف في الصيدليه تشتري دواء معين فتقول لك على فكره خلي بالك الدواء ده بيعمل ميول انتحاريه، انا بنتي كانت هتنتحر الاسبوع اللي فات بسببه، وهو اصلا ده كلام ملوش علاقه بالدواء، بس انت خلاص بقيت مقتنع ان الدواء ده بيعمل السايد ايفكت ده او العرض ده، فتاخده وتبتدي فعلا تحس بالسايد ايفكت ده او العرض اللي انت حاطه في دماغك. وده برضه عشان توقعاتك وعشان انت هيئت نفسك وجسمك لده. الموضوع ده مهم لدرجه ان شركات الادويه ما بتنزلش دواء جديد غير لما بتقارنه بالبلاسيبو. يعني انا دلوقتي عايز انزل دواء جديد بيعالج الصداع مثلا، فهجيب 100 واحد هقسمهم 50 و50، 50 هديله الدواء اللي انا بختبره او عايز اجرب عليه، وال50 التانيه هياخدوا بلاسيبو او قرص فاضي. وهتبقى التجربه ان ال50 دول وال50 دول مش عارفين اصلا كل مجموعه خدت البلاسيبو ولا خدت الدواء الحقيقي، واسيبهم الفتره اللي انا محددها في التجربه، وبعد الفتره دي ما تخلص اجي اقارن ما بين المجموعتين. ولو لقيت المجموعه اللي بتاخد الدواء الحقيقي في فرق ما بينها وما بين المجموعه اللي بتاخد البلاسيبو، يبقى الدواء ده اثبت ان هو فعال فعلا في الصداع، وابتدي امشي في الاجراءات الحكوميه عشان اوافق عليه. ومن هنا نستنتج ان عقلك، افكارك، حالتك النفسيه، الدعم او الاراء اللي انت بتاخدها من الناس التانيه اللي حواليك، بجانب الاستشاره الطبيه السليمه اللي بتاخدها مع علاج سليم، كل ده قادر انه يفرق معاك فعلا في العلاج اللي انت بتاخده، وبالتالي حالتك تتحسن. فربنا يعافي كل مريض ويخفف الام كل الناس، بس لازم تبقى عارف ان حالتك النفسيه
مهمه جدا 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 في علاجك. لو كنت اول مره تعرف عن البلاسيبو ايفكت وازاي بيشتغل وعجبك الفيديو، تقدر تعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجايه.